اهلا بيكو احلى متابعين في الدنيا. اهلا بيكو ابطال الدايت وابطال الصيام المتقطع. عاملين ايه؟ النهارده انا جايه اتكلم معاكم في فيديو مختلف جدا جدا جدا. هشارك معاكم تجربتي الكامله في اول شهر صيام متقطع. هقول لكم وزني نزل قد ايه، والتحديات اللي قابلتني، وازاي قدرت استمر من غير ما ازهق. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. وزني كان قد ايه؟ وزني كان 90 كيلو. طيب انا قدرت ازاي او ليه اخترت الصيام المتقطع؟ اخترت الصيام المتقطع باي لك، لان هو بصراحة كان نظام جديد عليا، وكان نظام مش منتشر ومش معروف. فكنت بصراحة متخوفة وانا داخلة عليه لعدة اسباب. اول حاجة، انا كنت واحدة باكل على فترات كتير، كنت خايفة من قلة الاكل، كنت خايفة من الجوع واحساس الجوع اللي دايما كان موجود عندي. كنت خايفة ان انا اصوم فترات طويلة عشان السكر والضغط. كان عندي مشاكل في السكر ومشاكل في الضغط. كان عندي عقبات ممكن كانت توقفني عن ان انا استمر في الصيام المتقطع. لكن اللي حصل العكس تماما. اول معاناة كانت في اول شهر فعلا، وفي اول اسبوع بالذات، ان انا كنت بجوع، كنت بصدع، كنت مرهقة، كنت بحس ان انا مش قادرة اتحرك، ما عنديش طاقة. لكن بفضل ربنا واحدة 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 بقيت ان انا استحمل واجي على نفسي واقول يا بنتي استحملي، معلش جربي، هتحكمي ازاي على الموضوع، جربي. فضلت قاعدة كده ما بين الآه واللأ ومش عارفة ايه، وشديت عزيمتي في أول أسبوع. في أول أسبوع لقيت طبعا اللي كان مصبرني إن بقدر وأنا صايمة أشرب قهوة، أشرب شاي، إن أنا كنت بشرب مية، إن أنا كنت بتحرك حركات بسيطة كده. الشغل كان بياخد وقتي، فده كان مصبرني. بس وأنا داخلة كنت داخلة إن أنا همشي بالورقة والقلم. وفعلا الحمد لله بفضل الله اول اسبوع بقيس بلوزة عندي، لقيت بطني فيها تغير، شكل بطني متغير، شكل جسمي بدأ يحلو، ما فيش فيه حاجات كانت مضايقاني، ثقتي بنفسي بدأت تزيد، ما عادش عندي احساس بالجوع. عارفين اكس لارج او الفيلم بتاع اكس لارج لما احمد حلمي دخل الاوضه وقال انا مش جعان انا مش جعان انا مش جعان؟ انا وصلت للمرحله دي الحمد لله بفضل الله. شكل التغيرات اللي حصلت في جسمي شجعتني ان انا يوم عن يوم استمر. بقيت امشي على الخطوات بحذافيرها وبكل دقه بالورقه والقلم، كاتبه الوجبات اللي هاخدها، كاتبه القيمه، الكميات، كاتبه اكل امتى، افطر امتى، انام امتى. بدأ وشي شكله يتغير للأحسن، بدأ في نقاء في شعري، بدأ التساقط بتاعه يقل، باخد فيتاميناتي، بدأت أحس إن أنا أصغر وإن أنا أخف وإن أنا عندي طاقة حلوة قوي. فده شجعني قوي إن أنا أستمر، ويوم عن يوم كان في تغيير، فكنت بستمر وعزيمتي كانت بتقوى بالله سبحانه وتعالى، وبفضل إن أنا بلاقي نتيجة الحمد لله. طبعا الصداع والتعب والجوع وكل الحاجات دي كانت طبيعية، بس الحمد لله تخطيتها. عايزة اقول لكم نصايح اكتسبتها من اول شهر او من الصيام المتقطع علشان تقدري يجيب معاكي نتيجة. امشي عليه صح، استمري، ما تزهقيش، لازم تستمري وما تستعجليش النتيجة. الصيام المتقطع بتظهر بسرعة كبيرة جدا جدا جدا، فاستمري وربنا يوفقك. وده كان اول شهر بالنسبة لي ومعاناة، وما كنتش بقدر ان انا اخد راحتي في شغلي. كل بقى عمال يقول لي تعالي كلي، اتفضلي كلي، الاكل بقى متاح والدنيا متاحة. لكن الحمد لله بفضل الله وعشان صحتي وعشان ولادي وعشان حياتي وعشان ابقى اكثر حركة واخف وكده، الحمد لله جابت نتيجة كويسة معايا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه الفيديو يقول لي هو حابب ان انا اتكلم في ايه الفيديوهات اللي جاية، ويقول لي لو عايز نتكلم في تاني شهر والكلام ده كله تمام.
بحبكم جدا، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وشيروا للناس المهتمه، وشيروا على صفحاتكم كل المنصات بتاعتكم. بحبكم جدا جدا جدا، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. مع السلامه.